النهارده الفيديو مختلف بقى. النهارده فيديو اطعام. انا عامله الاطعام دوت على روح امي الله يرحمها، ويجعل مسواها الجنه يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسناتها. النهارده الفيديو دوت انا حبيت اعمله بس عشان تشجيع للناس ان هم يعملوا اطعام. الاطعام ده حلو جدا، بيفك الكرب، بيوسع الرزق، بيشفي كل مريض. لو عندك حد تعبان اعمليه بنيه الشفاء، عندك اولادك ربنا يهديهم اعمليه بنيه ان ربنا يهديهم، حد متوفي طلعي على روحه. فالاطعام ده حاجه جميله يعني، وقلت اعمله النهارده الفيديو دوت عشان لو انت حابه تعملي اطعام هقول لك كل المقادير اللي انت هتعملي بيها على قد برضو ما انت هتعملي. هنا معايا 10 فرخات. هنا غسلتهم كويس جدا طبعا بالدقيق والملح الاول، وبعد كده غسلتهم كويس، وبعد كده نقعتهم بقى زي ما انتم شايفين ورق لوري وليمون وملح وجنزبيل. الجنزبيل يا بنات بيشيل الزفاره من الفراخ، حلو جدا. النهارده هنعمل ايه في الاطعام؟ هنعمل مكرونه محمره، وهعمل فراخ مشويه. انت اعملي على قد مقدرتك زي ما تحبي، وانا بس بديكي فكره عشان لما تيجي تعمليه بديكي المقادير بالظبط، عشان لما تيجي تعمليه تبقى عارفه انت بتعملي الكميه هتستخدمي ايه. هنا معايا 10 فرخات بسم الله ما شاء الله، يبقى كل فرخه ليها بصلايه كبيره او بصلايه متوسطه، و5 حبات من الطماطم. وطبعا هنحط معايا صلصه طماطم اللي هي الجاهزه، لان بتدي الفراخ المشويه طعم حلو قوي، بتوديها في حته تانية خالص. فهنا معايا البصل هنضربه في الكبه كويس جدا، وبعد كده هننزل بالبصل كده، وهضرب الطماطم ونعمل البصل معاكي كويس جدا عشان لما تيجي تتبلي الفراخ ما يبقاش البصل ظاهر كده. لما بيكون ناعم بيخلي معاكي الفرخه يعني مش بيبقى ظاهر كده في الفراخ. هنا معايا الطماطم ضربتها برضو في الخلاط ونزلت بيها على البصل. وما تنسوش الدعاء لأمي ربنا يرحمها ويرحم أموات المسلمين. وهنا معايا نص برطمان صلصة جاهزة، نص برطمان معجون الطماطم اهو. ده بيخلي الفراخ حلوة قوي، يعني بيديها لون، اولا بيديها لون، بيديها طعم حلو جدا، بيخلي الفراخ معاكي حلوه يعني. هنا معايا بقى البهارات عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسمر، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، كاري، مرق الدجاج. والكاري مهم جدا، جنزبيل، لان الجنزبيل والكاري بيبقوا حلوين جدا مع الفراخ المشويه، والكاري اساسي يا بنات. ومعايا ربع فنجان من الخل عشان بيطعم كده الفراخ وبيخليها تستوي معاكي حلو. ومعايا ليمونتين كبار، عصرتين من الليمون، ومعايا ربع كوبايه من الزيت. مش حابه تحطي زيت براحتك، بس الزيت بيدي الفراخ لمعه وبيخليها حلوه، يعني يخلي لونها حلو. هنقلب بقى كل الخلطه كده مع بعض. ريحتها كانت خطيره جدا، حلوه قوي، وحبهان مطحون صحيح، وحبهان مطحون. وهنزل بقى بربع كوبايه الزيت اهي، بس الزيت يكون نضيف ملوش ريحه. هركن الخلطه على جنب. هنا بقى الفراخ عندي كنت طبعا نقعها من بالليل في التلاجة، وبعد كده طلعتها حطيتها في مصفى صفت كويس جدا عشان ما يبقاش فيها ميه. وبعد كده هنزل بالفراخ بقى في الخلطه اتبل، وهتسيبيها في الخلطه من ساعه لساعتين. بس انا عملتها على طول، خليتها ساعه بس عشان كنت مستعجله وعايزه اخلص عشان الحق انزل اوزع. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، ويفك كل كرب الناس يا رب، ويفرجها عليهم. الاطعام ده حاجه جميله جدا وحاجه كويسه، واعملي على قد مقدرتك. ممكن ب 500 جنيه تعملي بيهم اطعام، مش شرط تعملي فراخ ولحمه يعني الموضوع يوسع منك. اعملي على قد ما تقدري. ممكن تعملي فراخ على قد تجيبي فرختين، ممكن تجيبي كيلو بانيه، سهل جدا والله يا بنات. يعني احنا لما بنيجي نعمل في يومنا مش ممكن نجيب كيلو بانيه نطبخه، بنعمله. لو كيلو بانيه لو عملت 5 وجبات 10 وجبات كل فتره، ربنا يفك كربك، ربنا يوسع رزقكم. هنا خلاص بقى كنت تبلت الفراخ كلها، الكميه بسم الله ما شاء الله كلها تبلتها، سبتها ساعه. وبعد كده بقى كده خلاص كانت بقالها ساعه. شغلت الفرن على درجه حراره 200 في الرف الاوسط، وحطيتها في الفرن. هنا عقبال ما الفراخ بقى بتتشوي كانت قربت خلاص تدخل على السوا، كنت جهزت معايا المكرونه. انا بحب اعمل في الاطعام المكرونه ديت لانها بتبقى خفيفه عن المصلصه دي. مكرونه محمره. هنا معايا 10 كيلو من المكرونه. حطيت سمنه وزبده، عايزه تحطي زيت بس حطيت قصدي زيت وزبده، عايزه تحطي زيت بس براحتك، بس انا بحط الزبده بتطعمها يعني.
وبعدين لما تيجي تطلعي الاطعام ده زي ما بتعملي في بيتك بالظبط، نظافه وتكلفه يعني تحطي اللي انت بتعمليه في بيتك عشان الناس يعني تاكل منه كانك انت كلت منه. حمرت المكرونه وبعد كده نزلت بالمعجون الطماطم، وهنزل بطماطم برضو فريش، معايا برضو طماطم فريش. انا قسمت المكرونه على حلتين لان طبعا دول 10 كيلو، فحطيت حله فيها 5 كيلو وحله فيها 5 كيلو. وهنا نزلت بايه؟ بعصير الطماطم، وهقلبهم كويس جدا وهسيبهم بس 5 كده مع بعض، الطماطم تتسبك في المكرونه شويه، وبعد كده انزل عليها بالشوربه. دي الحله التانية كنت بدات احمر فيها برضو المكرونه اهي. وكان عندي شوربه عايزه بقى تنزلي بميه، انزلي بميه وحطي مكعبين مرق. هنا بقى عندي شوربه، نزلت بالشوربه اهيت، واقلب بقى المكرونه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هسيبها، طبعا المكرونه ما بتاخدش سوا. كانت المكرونه استوت والفراخ طلعت بسم الله ما شاء الله من الفرن. بصوا كانت خطيره، بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي اكل من الاكل دوت. المكرونه بقى بدات الطبق عندي بقى جاهزه، احط المكرونه واحط عليها ربع الفرخه اهوت. وكنت جايبه عصير وانا بوزع ادي الوجبه يعني، وعليها علبه العصير. انت عايزه تجيبي فاكهه براحتك زي ما تحبي، فاكهه، عصير، ميه، بيبسي، ما فيش خالص. على قد الطبق الفرخه والمكرونه عادي. عايز تعملي رز بسمتي براحتك. ان شاء الله الفتره الجايه هعمل اطعام انا كل فتره بعمله لبيتي، لولادي، لوالدتي، كده يعني كل فتره بعمل يعني. هنزله لكم ان شاء الله، هديكم افكار كتير للاطعام يعني. حتى هعمل لكم برضو فيديوهات اطعام، حاجات بسيطه يعني على قد الايد. هنا خلاص كنت خلصت بقى كل الكميه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. رصيت الطبق كلها وقفلتها وبدات اجهز بقى عشان انزل ايه اوزعها. وهنا حطيت المعالق في الطبق من جوه وهقفل عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الدعاء لامي، ربنا يرحمها يا رب ويجعل مسواها الجنه ويرحم امواتنا المسلمين. ولايك حلو منكم وكومنت جميل منكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.